عايزه اشارك معاكم قصه كده صغيره. اول ما بدات انزل فيديوهات واول ما بدات اتكلم على الفيسبوك، كان اول حاجه كنت داخلها الفيسبوك. كان في حد دايما، واحده ربنا يكرمها يا رب، كانت دايما تقول لي يعني ايه الرخامه دي، بتمطي قوي في الكلام، ايه الاضافه اللي انت ضفتيها، كتير بيقولوا الكلام ده واحسن منك، يعني ما عندكيش قبول، دمك تقيل، انا مش فاهمه اصلا مين اللي بيشوفك، يعني مين بيتفرج عليكي اصلا. كل الحاجات دي كلها كان في حد بيقولها لي، وانا طبعا لكم ان تتخيلوا ان انا كنت يعني في الاول وكنت مؤدبه كده ومش بحب ارد على حد يعني. بس الحقيقه انا كنت باكد الكلام اللي هي بتقوله. يعني ليه؟ لانه الشخصيه الرخمه دي، الغلسه دي، هي انا. والله العظيم انا كنت بقول لنفسي كده، انا كنت بقول لنفسي انتي غلسه ورخمه، وايه يعني الكلام اللي انتي بتقوليه وناس كتيره بتقوله، ومين اصلا اللي هيبصلك ولا يسمعك، وتطلعي انتي مين اساسا، نكره محدش يعرفك اصلا. ده كنت بقول لنفسي، وده اللي احنا كلنا بنقوله لنفسنا لما بنبدأ حاجة او بنطلع بره القالب اللي احنا كنا عايشين فيه فترة طويلة، او نبدأ نعمل حاجة مختلفة. بنحس ان احنا يعني قليلين، بنحس ان محدش هيسمعنا ومحدش مهتم، بس لما بنكمل بنشوف المعجزات اللي بتحصل. لما بنكمل بنشوف قد ايه بنشكر، يعني الكلام ده بيتقلب يا جماعة. بنشكر نفسنا كتير قوي قوي ان احنا كملنا واستحملنا وصبرنا، بنحب نفسنا اكتر، بنبدأ نراجع التشالنج والعقبات اللي وقفت قصادنا وعديناها وكملناها. بنبدأ نبص لصورتنا في الأول وفيديوهاتنا، ونبدأ نبص لصورنا وفيديوهاتنا دلوقتي، فنحس بالإنجاز اللي احنا عملناه. بنبدأ نفتكر الأيام اللي كنا بنبات فيها واحنا معيطين ودموعنا على خدودنا نازلة، بأيام الضحك والفرح والفخر والانبهار اللي احنا بنبقى فيه، واللي الناس اللي احنا أثرنا في الناس بشكل أو بآخر. فحقيقي بتبقى أوقات حلوة قوي.